عبد الله ثم إلى روحه صاحب المولد الحبيب علي محمد بن سلبشي ثم الوالد أحمد بن عبد وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وللمؤمنين والمؤمنات المسلمات يا رب العالمين وارزقنا اللهم كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة على من أسلفنا الصالحون وعلى من وحبيبنا الهبش أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمر الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حل الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد فضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أطول الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك
السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء وسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي الله
رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بالورى بشرا خير من فوق ثرى أثرى خير الأخلاق والشيم يا إمام الرشد يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. اللهم صل وسلم وبارك اللهم عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من والى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعكل معانيه الجنان
ونشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترمي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تسقط بصدورنا الإيمان قواعده وتلوع اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة إن تسرسرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتجلى المصلي عليه به فينبسط في قلب ورسل تعلقه به وهبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفض إلى الأشرف الأصلي بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فانطلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأنسلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه فما من سلك ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت
وخصصت به من خصص صلى الله عليه فكان مستقر في الأنسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه ونورا حير الأبكار ظهوره وبارا فتعلقت همة الرقم لهذه الحروف صلى الله عليه بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لن تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه تشويقا للسميعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه لن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله عليه ولكن الدليل تدوين ما حفظت من أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت ترايا بالقول منشورة على مرء الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخل في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا مولا عينات خاطرك معنا يا مولا عينات خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا مولا عينان خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا مولا عينان خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا سلبت ليلى مني العقل سلبت ليلى مني العقل يا ليلى ارحم القتلى يا ليلى ارحم القتلى يا مولا عينان خاطرك معنا يا مولا عينان خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا قمت بالأعتاب
ولازمت الباب قمت بالأعتاب ولازمت الباب قلت للبواب هل ترى وصلا قلت للبواب هل ترى وصلا يا مولى عنان خاطرك معنا يا مولى عنان خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا قال لي يا صاح مهرها الأرواح قال لي يا صاح مهرها الأرواح كم محب راح يعشق القتلى كم محب راح يعشق القتلى يا مولى عنان خاطرك معنا يا مولى عنان خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا ذكركم يحلو وكذا يحلو ذكركم يحلو وكذا يحلو عنه لا أسلو قدت لا أصلا عنه لا أسلو قدت لا أصلا يا مولى عنان خاطرك معنا يا مولى عنان خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على يا من على يا من على رسل الكرام تقدما يا سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدما بمدح طه
عزا وإجلالا ترى يا سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على يا من على يا من على الرسل الكرام تقدما رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان إذا دعوت فادعو الإله وإن استجرت فلد بالله إذا دعوت فادعو الإله وإن استجرت فلد بالله ما لنا مولى سوى عفو كريم ورحمن رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان اتق الله وله اصبر فصبر في العقبى حميد اتق الله وله اصبر فالصبر في العقبى حميد وتزود علما وبيانا من السنة والقرآن له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان رب له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله
بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستوضعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمته أشياء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا عليه تشكو من ولم ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروجه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح يمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بدون إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مولة بكمال البشارة. وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تيرى السماوات متضمخة بذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من ألف الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنكله في البطون والدهور. صلى الله عليه وسلم في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربنا رحم جمعنا يا ربنا رحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء
ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء ندمته على الصفا فطاب عيشي وصفا وكنت أهوى قربه ووصله فأسعفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء وليس عندي حالات تحيشني مثل الجفا فكل من عنا فاني في حبه ما أنصفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء لله خل صادق عهدته على الوفاء وصفه الوصيف لي وهو على ما وصفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء أسقمني هجرانه فكان بالوصل شفاء إذا أسأت آدابي في حقه عني عافا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء به اغتنيت فهو لي غنى وحسبي وكفى يا أيها البرق الذي من حيه قد رفرفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء ذكرتني عهدا مضى وطيب عيش سلفا كنت به في غبطات ببردها ملتحفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء
بيننا كأس من الود صفا طبت به أرواحنا وهمها قد انتفى يا ربنا ارحم جمعنا يا رب ارحمنا يا الله جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى فإنه زادت به الأرواح منا شغفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء يا ربنا غثنا بقرب المصطفى فإنه زادت به الأرواح منا شغفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء لا نستطيع الصبر عن محبوبنا ولا الجفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء فاكشف إلهي ضرنا يا خير من قد كشفا وامنن علينا بلقاء محبوبي جهرا وخافا يا الله يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء فاشف إلهي ضرنا فيا خير من قد كشفا وامنن علينا بلقاء محبوبي جهرا وخافا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء وصلي يا ربي على البرايا شرفا وآله وصحبه ومن لهم قد اكتفى يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور صلى الله عليه الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من النور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية حتى الوقت الذي رتب الله على خضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد Khusyuk, pemantap hadirat Rasulullah dalam hatinya. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى يا نبي سلام عليك عليك الله سلام عليك يا حبيب سلام
إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا رسول الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد آمين يا الله سلام عليك عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا نبي يا سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا بالله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا الله من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا رسول الله يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين يا عيني يا عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واكرمي الأرواح منا واكرمي
خير الأنام مرحبا يا الله يا رب آمين مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تذيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة ولو مع شونة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه ومن نشر الطيب تنطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشاني وله العلا في مجده ومكانه أوصف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السواب عناني وقد انبسط القلم في تذوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وحسن مني أن أمسك أعنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التكذيب فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام في العراقين وشام يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا إمام القبلتين واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتخشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين
أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراعي اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره وأما ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنى وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار
وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهدم هذا الداء المولد سمد الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشير الفاتحة.